بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه يا اصحابي؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. النهاردة هناخد حرف جديد. النهاردة هناخد حرف الميم. يا حلوين. اول حاجة كده بسم الله الرحمن الرحيم، بنسمي الله ونقرأ حروف الهجاء. يلا بينا يا حلوين نقرأ حروف الهجاء مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، نسمي بسم الله. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء. هذه حروف الهجاء. شطار يا حلوين. يلا كمان مرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء. هذه حروف الهجاء. شطار يا حلوين. يلا بينا ناخد حرف الميم. يا حلوين. ده كده شكل حرف الميم يا حلوين. ده الحرف اللي هناخده النهاردة وحرف الميم، ومعانا شكل حرف الميم اهو. يلا معانا الحركات بتاعت حرف الميم. ميم فتحة، ميم ضمة، ميم كسرة، ميم سكون، ميم فتحة ما، ميم فتحة ما. يلا يا حلوين، عايزة اسمع صوتكم، قولوا ورايا يلا. ميم فتحة ما، ميم ضمة مو، ميم كسرة مي، ميم سكون أم، ميم فتحة ما، ميم ضمة مو، ميم كسرة مي، ميم سكون أم. شطار يا حلوين. يلا ميم فتحة ما، ما موز، ما مركب، ما ملعب. ميم فتحة ما موز، ما مركب، ما ملعب. مو مهندس، مثلث. لازم نطلع حرف الثاء، طلع لساننا يا حلوين. ميم ضمة مهندس، مثلث مهرج. مهندس أسفة، مهندس عشان دي سين. مثلث مهرج. مقص مفتاح، مفتاح. زي كلمة ايه؟ زي كلمة قمح عشان دي سكون يا حلوين. زي كلمة قمح رمل شمعة، قمح رمل شمعة. يلا كمان مرة. ميم فتحة ما موز، ما مركب، ما ملعب. ميم ضمة مو مهندس، مثلث مهرج. شطار يا حلوين. سامعاكوا يا حلوين انتوا بتقولوا وراي. ميم كسرة مقص مفتاح. يلا بينا يا حلوين ناخد الصفحة التانية بتاعت حرف الميم. ادي معانا الصفحة التانية بتاعت حرف الميم يا حلوين. هناخد الميم في اول الكلمة، والميم في وسط الكلمة، والميم في اخر الكلمة. ماشي يا حلوين؟ قبل ما ناخدهم عايزين هنعرف نكتب حرف الميم ازاي، نتعلم كتابته وبعد كده نكتب الحرف. ادي معانا الكراسة يا حلوين، عايزين نعرف هنكتب حرف الميم ازاي. ادي معانا السطر يا حلوين، معانا السطر. هنكتب حرف الميم ازاي؟ ادي معانا السطر. هنعمل دايرة فوق السطر، ونمشي بيها على السطر، وننزل بيها ايه تحت السطر يا حلوين. يبقى بصوا هي دي كده غلط عشان انا عاملاها فوق السطر. احنا هنعمل دايرة فوق السطر، ونمشي بيها شوية وننزل بيها تحت السطر. ده كده حرف الميم. يبقى حرف الميم هنعمله ازاي؟ هنعمل دايرة فوق السطر، دايرة صغيرة او 5 صغيرة، وهنمشي بيها شوية وننزل بيها تحت السطر. طيب دي لو الميم كاملة، تمام. دي لو الميم كاملة ملهاش ايد. يعني ايه ملهاش ايد يا مس؟ يعني مش ماسكة في حرف. طيب لو الميم ماسكة في حرف مثلا في اول الكلمة هنعملها ازاي؟ هنعملها كده، تبقى دايرة على السطر وهتبقى كده.
دي الايد بقى بتاعتها، دي كده الايد بتاعت الميم. ماشي يا حلوين. طيب ولو كانت في وسط الكلمة، ادي لو الميم في وسط الكلمة ادي دايرة اهي وليها ايد، وادي ليها ايد الناحية دي وليها الناحية دي، ادي الايد بتاعتها اهي. ماشي يا حلوين. يبقى دي الايد بتاعت، يبقى الميم بنكتبها ازاي؟ معانا الشكل ده ومعانا الشكل ده ومعانا الميم دي يا حلوين. ماشي يا حلوين. الميم في اول الكلمة ده كده شكل حرف الميم في اول الكلمة زي ما احنا كتبناه، زي كلمة ايه؟ زي كلمة معلم، مفك، معلم، مفك، ادي حرف الميم يا حلوين في اول الكلمة اهي، حرف الميم في اول الكلمة، وده الايد بتاعتها، ادي الايد بتاعتها اهي، ادي الايد بتاعتها كأنها ايه؟ دايرة صغيرة ومادة ايديها، شايفين ايديها مادة ايديها ازاي حلوين؟ مادة ايديها كده اهي. يبقى زي كلمة معلم، زي كلمة مفك، الميم في وسط الكلمة، ادي حرف الميم في وسط الكلمة يا حلوين اهو. الميم في وسط الكلمة اهو، ليه ايدين؟ ايد اهي وايد اهي، ادي الايد اهي وايد اهي. زي كلمة ايه؟ زي كلمة ليمون، زي كلمة نمر. كلمة ليمون فين حرف الميم؟ اهي الميم في وسط الكلمة، ليها ايدين، ادي الايد اهي، ادي الايد اهي. ماشي يا حلوين. زي كلمة نمر، ادي الايد بتاعتها ماسكة في حرف النون، والايد بتاعتها التانية ماسكة في حرف الراء. تالت حاجة معانا يا حلوين الميم في اخر الكلمة، ادي الميم في اخر الكلمة. ماشي يا حلوين. دي لو هي ماسكة في حاجة هيبقى لها ايد، لو هي ماسكة في حاجة كده هيبقى لها ايد، ودي لو ملهاش ايد. زي كلمة ايه؟ زي كلمة فم، هنا ليها ايد اهي عشان ماسكة في حرف الفاء، هي في اخر الكلمة بس لها ايد ماسكة في حرف الفاء. طب كلمة ارقام عشان حرف الالف ما ينفعش يمسك في حرف الميم، الحاجة دي طبعا هناخدها لسه، فاحنا عملنا الميم كده لوحده، يبقى معانا الميم في اخر الكلمة، ده شكل حرف الميم في اخر الكلمة. ماشي يا حلوين. اخر سؤال، ضع دائرة حول حرف الميم. هنحط دائرة حوالين حرف الميم. معانا كام كلمة يا حلوين؟ معانا 3 كلمات. شطار يا حلوين. معانا كام كلمة؟ معانا 3 كلمات، عايزاكم تردوا عليا. زي كلمة ايه؟ ماما، كلمة طماطم، كلمة معلم. طيب عايزاكم بقى توقفوا الفيديو وتحلوا انت السؤال ده، يلا يا رب تكونوا حليتوه. يلا بقى انا هحله دلوقتي. معانا كلمة ماما، فين حرف الميم؟ فيها كام ميم يا مس؟ فيها 2، ادي حرف الميم وادي حرف الميم. طب وكلمة طماطم فيها حرفين، ادي حرف الميم وادي حرف الميم. كلمة طماطم فيها حرف الميم هنا، حرف الميم ده زي حرف الميم ده، ليه؟ لانه في وسط الكلمة. طب وحرف الميم ده في اخر الكلمة. كلمة معلم فيها حرف الميم اهو وحرف الميم اهو، حرف الميم ده في اول الكلمة وحرف الميم ده في اخر الكلمة. وبكده نكون انتهينا من الفيديو. ما تنسوش اللايك والاشتراك عشان تشجعوني اكتر يا حلوين، واستنوني في فيديو جديد بنكمل سلسلة شرح الحروف. والسلام عليكم ورحمة الله.